السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل النهاردة وصفتين مش وصفة واحدة. خلاص، هنعمل الحليب المحلى المكثف، وكمان هنعمل مربى الحليب. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة جدا متوفرة في كل بيت. خلاص، يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. مقاديرنا النهاردة بسيطة جدا. معايا كده كوباية وربع من السكر. خلاص، هنزل كمان عليهم بأربع كوبايات من اللبن. بس كده، دي مقاديرنا النهاردة علشان نعمل الوصفتين: الحليب المحلى المكثف ومربى الحليب، الاتنين بنفس المقادير. خلاص، يعني النهاردة وصفاتنا من البيت، مش مكلفة خالص وبسيطة جدا، وهتوفر علينا طبعا كتير. الحليب المحلى المكثف بيدخل في حلويات كتير، ومربى الحليب برضو بتدخل في انواع كتيرة جدا من الحلويات. فاحنا هنعملها في البيت وهنوفر وهنعمل حاجة بجد طعمها حلو جدا، هتعجبكم قوي. خلاص، طبعا هنرفع كل المكونات دي على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر. لازم نفضل نقلب علشان اللبن بتاعنا ما يتحرقش خالص. ودلوقتي اللبن بدأ مرحلة الغليان على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر زي ما انتوا شايفين. انا حبيت بس ان انا اوريكم الخطوات خطوة بخطوة علشان ما تتلخبطوش. هنفضل نقلب برضو، وبعد حوالي 40 دقيقة من التقليب المستمر بنلاحظ الفرق في اللون وفي القوام. اللون بيكون اصفر شوية كده زي ما انتوا شايفين، والقوام بيتقل. خلاص، تقدري تتقليه اكتر من كده، تستمري في التقليب شوية كمان بس ما تطوليش، خلاص، علشان ما يتحرقش منك او اللون يكرمل معاكي. وبس كده بيكون الحليب جاهز معانا. شايفين القوام؟ ده قوام الحليب المحلى المكثف. خلاص، هو لسه دافي، لسه ما بردش خالص. كمان لما هيبرد هيتقل اكتر كمان. وعلشان نعمل مربى الحليب بتاعتنا فاحنا بنحتاج حليب محلى مكثف، يعني هنرجع الحليب المحلى المكثف اللي احنا عملناه تاني على نار متوسطة مع التقليب لغاية لما يتكرمل معانا وياخد لون. وهنا حبيت اوريكم كده بالخطوات مربى الحليب وهي بتبتدي ان هي تاخد معانا لون وبتتكرمل معانا زي ما انتوا شايفين كده، واحده واحده مع التقليب المستمر. خلاص، اهم حاجه في وصفاتنا النهارده التقليب المستمر. ما ينفعش خالص تسيبي ايدك علشان الوصفه بتاعتك ما تتحرقش منك. تمام، فاحنا هنقلب على درجه حراره متوسطه لغايه لما نوصل للون والقوام اللي احنا محتاجينه. وهنا زي ما انتوا شايفين خلاص كده انا وصلت للون اللي انا محتاجاه وعاوزاه، وبدأت تلم معايا. خلاص كده تمام قوي. هبتدي بقى، حسيت ان هي ناشفه كده معايا شويه، فنزلت عليها بربع كوبايه من الميه المغليه ودوبتها كويس جدا. قعدت اقلب فيها لغايه لما فكت معايا. وبس كده عملنا النهارده وصفتين بمكونات بسيطه جدا مش مكلفه خالص، وفعلا توفير التوفير. خلاص، وزي ما انتوا شايفين كده القوام ده وهو كمان لسه دافي. اكيد لما هيبرد في التلاجة ويبات لي تاني يوم هيدينا قوام احسن كمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.